السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ممكن أعمل تسجيل صوتي باللي أنا كتبته بالظبط. آه أنا كنت أقرأ البقرة يوميا مرة واحدة، لا أذكر المدة، فهي ليست طويلة بأي حال من الأحوال يعني. فاستمعت لفيديو للأخ محمد حجازي، الحمد لله. كان فيديو عابر، وكنت لا أعرف التحصينات اللي أنا مفروض أقولها قبل سورة البقرة. وهنا دخلت استمعت للفيديوهات، وإن إحنا نقرأ سورة البقرة، وإن البقرة ليها 4 أقفال. واستمعت للشروحات للأخ محمد حجازي. فما هي إلا أيام معدودة وشعرت بالأعراض. الأعراض كانت عبارة عن هبات ساخنة في جسمي، كأني كنت في البحر طول اليوم. ولما رجعت البيت، عارف الإحساس اللي هو نتيجة جلوسك على الشاطئ طول اليوم، فجسمك بيتشبع باليود. فلما بتروح في البيت بتلاقي هبات ساخنة كده، بتحس إن جسمك بيطلع اليود بتاع البحر اللي انت قعدته على طول اليوم. ده إحساس أنا حسيته. وحسيت كمان بعدها إن في النسيم، زي ما الأخ محمد حجازي قال. أنا شبهته، ما كنتش أعرف لفظ كلمة نسيم، أو ما كنتش لسه استمعت للأخ محمد حجازي في العرض ده بالذات. فحسيت إن هي زي نعناع كده. عارف إحساس النعناع المنعش في جسمك أو في ساقك، كأنك بالظبط أكلت حلوى استمعت. فكانت حلوة، كأنك بس حسيت منها إن النعناع ده في ساقك أو في رجلك، بيطلع منه عليل كده، زي كأنك أكل حلوى النعناع. وفي مرة تانية، تاني يوم أو تالت يوم، كنت بجيب طلبات للبيت عندي، فجبتها وحطيتها، فبخلع هدومي. فتلاقيت زوجتي بتقول لي: ايه ده؟ ايه اللي في جسمك دون؟ فببص على جسمي، لقيت صدري وظهري وبطني مليانة حبوب وبثور كده، هو مليانة سائل، معرفش إذا كان ده مية أو صديد. لا أعرف يعني، ما حاولتش أعرف. إنما هو مش ما كانش بيوجعني يعني، أو ما كانش بيألمني. فظننت إن أنا ده الخبث طلع مني خلاص، وإن الحمد لله رب العالمين ربنا نجاني. فنزلت بالقراءة من 4 مرات لمرة واحدة، طالما إن أنا افتكرت إن أنا شفيت يعني. بس اكتشفت إن هو أنا بيتم خداعي. أنا لم أنجو. قفشت نفسي إن أنا بعمل لسه الذنوب أو بعمل ذنب. فقررت إن أنا أعود للقراءة، آه، سورة البقرة، وأدخل معاها الاستغفار، وأدخل معاها الاستغفار. فطبعا قدرت يعني على قدر المستطاع إنني أوصل بقراءة سورة البقرة 3 مرات في اليوم، مع أقل عدد قاله الأخ محمد حجازي، وهو 12,000 استغفار. وكنت أزيد لحد لما أوصل ل17 و18 و20,000 استغفار مع 3 مرات لسورة البقرة. فوجدت بعديها كده إن في رجلي الصورة اللي حضرتك شايفها دي، آه، بقعة على هيئة عين أو عضة، وبقعة كده هو حمراء دون ألم، مفيش ألم برضو، بس بقعة ناشفة، تحس إن ملمسها ناشف كده.
آه، فعرفت برضو ان دي ممكن تكون عرض من الاعراض. وبعدها بيومين قلت ان شفت مطر. آه، بس مش مطر كان بمعنى الكلمة، ما كانش غزير، انما كان رذاذ خفيف. بعدها بيومين طبعا حمدت ربنا وشكرته وكده. ف آه، بعدها بيومين زوجتي رأت ليا رؤية ان احنا كنا نايمين على السرير، ورأت ان في شياطين او جن بتخرج من جسمي وانا نايم، وكنت انتفض مع كل شيطان يخرج من جسمي، يندفع من جسمي يعلو سنتيمترات كده هو، ويتهبد على السرير او ينزل على السرير بقوة كأني انتفض. وهي قالت لفظ بخصوص الرؤية دي، ان هي كانت واضحة جدا وقوية جدا لدرجة انها شعرتها انها حقيقة مش مجرد رؤية او حلم. فحمدنا ربنا برضو الحمد لله ان دي كانت من المبشرات، والله اعلم. مستمر في قراءة البقرة والاستغفار ان شاء الله. وكان في طبعا بعض الاعراض التانية اللي انا كنت بحسها على مدار الايام اللي انا كنت بقرأ فيها البقرة والاستغفار، زي الصداع والتثاؤب والتجشؤ، ونوبات من انتفاخ البطن، ونوبات من الإمساك، ونوبات من الإسهال، وحرقة في المريء، حرقان كده في المريء، وتعب في عضلات رجلي، تشنجات في عضلات رجلي. وكان هناك برضو بقى يعني مع الألم كان في تسويف في القراءة والاستغفار، ان انا يعني انا ممكن اقرا الثلاث مرات بتوع البقرة ورا بعض. فلا انا كنت بقسمهم على مدار اليوم، مرة بعد صلاة الفجر، ومرة بعد صلاة الظهر، ومرة بعد صلاة العصر. فده اللي انا كنت بقدر اعمله يعني. وبعدين مستمر الحمد لله. وبعدين اتلاقيت وانا عمال اقرا في سوره البقره في حاجات وقرت في قلبي، يعني انا حسيتها انها فتوحات من الله سبحانه وتعالى. اولا ان سوره البقره سميت سوره البقره علشان قصه البقره بتاعت بني اسرائيل مع سيدنا موسى، وقال انهم يذبحوا بقرة، وكان غرض ان هو الذبح البقرة ان هو يضربوا ميت او قتيل ببعضها. فالقتيل او الميت صحى وقال على اللي قتله. فهو البقرة اساسا وقر في قلبي انها لاحياء الموتى بقى بكل حاجة، موتى القلوب، وموتى الاحوال، وموتى الحال. فاحنا يعني التعطيل او حاجه هو موت، او هو تجمد، هو حاله من حالات اننا كنا بنحس بيها ان احنا فعلا كالاموات. فهي البقره جايه مخصوص لاحياء موت القلوب وموت الاحوال. هذا ما وقر في قلبي. وبعدين مع قراءه برضو اتلقيت ان قصة سيدنا إبراهيم مع ربنا سبحانه وتعالى، إن هو ربي أريني كيف تحيي الموتى. فربنا قال له إيه؟ قال له خذ 4 من الطير فصرهن إليك واجعل على كل جبل منهن جزءا، اذبحهم وحطهم على الجبال ثم ادعوهم يأتينك سعيا. فتلاقيت هنا رقم 4 مرتبط برضو بإحياء الموتى والطير اللي ذبحهم سيدنا إبراهيم.
فبر... ليه قال أربعة؟ ليه سبحانه وتعالى قال أربعة ما قالش واحد؟ ما الواحد برضه هيخلي سيدنا إبراهيم يؤمن أو يرى الموت، إحياء الموت. ما قالش اتنين ليه؟ ما قالش تلاتة ليه؟ ما قالش أربعة ليه؟ ما قالش سوري 10 ليه؟ قال أربعة، حدد الأربعة. وبعدين برضو يعني أنا أدعي بفضل الله تعالى إني أعرف مبادئ حساب الجمل، يعني وإنه ده علم شرعي ومادة علمية تدرس في الأزهر عندنا في مصر. وسمعت من الأخ محمد حجازي إن قراءة سورة البقرة بمقدار 1000 مرة أو 1200 مرة قد تكون مستجاب الدعوة. فقررت أتأكد من الكلام ده بحساب الجمل، فوضعت عدد آيات سورة البقرة 286 وضربتها في 4 مرات المذكورة في السورة بتاعت والغرض منها عدد أحياء الموتى. فطلعت النتيجة قريبة جدا من اللي قاله الأخ محمد حجازي 1144. فحبيت برضو أتأكد بطريقة تانية، فكتبت كلمة بقرة على حساب الجمل وحسبتها، طلعت 307. 307 ضربتها برضو في رقم 4 اللي هو مذكور في القرآن مع سيدنا إبراهيم، طلعت 1228. وده برضو الرقم بيدور حوالين الرقم اللي قاله نفس الأخ محمد حجازي في قد تكون مستجاب الدعوة لما توصل للعدد ده.